السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي ويا سيدي ويا شفيعي يا رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي اسعد الاحوال. انا النهارده طبعا اتاخرت كتير عليكم في نزول الفيديوهات واللايفات، بس والله كنت في اجازة نص السنة برا البيت، وطبعا ما قدرتش لا اصور ولا انزل فيديوهات، وكانت اجازة كده ليا وللولاد. صورت لكم طبعا الاماكن اللي خرجنا فيها علشان كمان اشارككم الوقت اللي انا غبت فيه عنكم، وكمان علشان ممكن لو انتوا من بلدنا تقدروا تستفيدوا باسعار الاماكن اللي تقدروا تفسحوا فيها عيالكم، ولسه في ايام قليلة على انتهاء الاجازة، وكمان اسعارها مخفضة جدا وسهلة جدا جدا. طبعا انا ابتديت يومي من بالليل. كنت خارجة مسافرة طبعا تاني يوم، فقلت انضف الحمام بقى وانضف الشقة واظبط الدنيا قبل ما امشي. انا عملت هنا الخلطة اللي انا بستخدمها للحمام على طول، هي الاريال، اي نوع اريال موجود عندك، والبريل بتاع المواعين، وكلوريكس الالوان او الابيض. خلاص كده. بس انا بفضل الالوان لانه بيدي لمعة كده جميلة وغريبة، وطبعا حطيت مية سخنة عليهم بتغلي من السخان، بتدي لمعة غريبة، يعني بيحافظ على الالوان كمان بتاع البلاط. انا هنا ببتدي ادعك بالسلك الاماكن كلها اللي عليها حاجات، وهنزل انضف كل حاجة. بصوا يعني مش هخلي حتة في الحمام الا ما اخليه بيبرق كده. انا دايما بحب اما اجي خارجة سواء رايحة مشوار تاني يوم اكون مظبطة الدنيا قبل ما اخرج، يعني مش عايزة اخليكم تتشائموا، بس والله الواحد بيبقى يعني اللي هو ايه، انا خارجة ومش عارفة انا هاجي تعبانة من بره، انا هيحصل لي حاجة بره، انا مش عارف ايه. فاهمين؟ دايما الواحد يعمل حساب الوقت اللي انتوا ما يخطرش على بالكم ده، ويبقى منظم بيته منظم حاجته. وحتى لو هتسيب الولاد تسيبيهم بياكلوا بيشربوا، سايبالهم اكل كده. يعني طبعا بنصحكم بالشامبو ده، شامبو دوف باكليل الجبل، تحفة يا جماعة. بصوا انا جبته في فترة من زمان جدا مرة، وجيت ادور عليه تاني ما لقيتوش، فبالصدفة وانا كنت في المول لقيته فجبته. طبعا انا مصوره لكم فيديو المشتريات، هو فيديو بسيط جدا بس ايه حاجات كده محتاجاها. والشامبو الاخضر ده بتاع تساقط الشعر، ده دكتور اللي كان كاتبه، وغسول الوش وغسول القشره وجل الصبار والطمي المغربي، حاجات اساسيه كده بتبقى موجوده عندنا. هنا بقى بدعك المنظم بتاع الفرش وبتاع المعجون، وجايباه كده على قد ما قدرت، جبت لونه بينك. طبعا يفضل ان هو يبقى ابيض، بس انا ما لقيتش الا بينك ساعتها في ايام ما انا كنت جايباه يعني. طبعا المية سخنة نازلة من السخان بتغلي، فعقمت الفرش كمان وحطيتها كده، والجزء ده خلاص تمام كده ما شاء الله تبارك الرحمن، نضيف ومغسول ومترتب. وهنا بقى هدعك كل البلاط اللي في الحمام، الحيطان والارضية بالسلكة، وهدعك جامد كده بحيث لو في اي وسخ. طبعا انا عايزة انصحكم نصيحة، يعني نصيحة من اخت لاي اخت غيرها او اي اخ بيشاهدني، هتعمل سيراميك للحمام، سيراميك للمطبخ، جدران او ارضية، ما تعملش اي حاجة بارزة. بصراحة بتضيق المكان، ده اول حاجة. البلاط البارز اللي انتوا شايفينه ده، وفي نفس الوقت ما بتديش وسع، وفي نفس الوقت بيدخل ما بين الحاجات الضيقة دي، الفراغات دي، ترابة، اتساخات. فاهمين؟ حتى وانت بتدعكي بتحتاج ان انت تدعكي اقوى شوية عن ما انت بتدعكي بلاط ناعم ومسطح كده وجميل. انتوا فاهمين قصدي؟ البلاط الناعم المسطح الجميل ده بيبقى سهل في الغسيل بتاعه، ما بيكونش اتربة، ما بيكونش وسخات. فاهمين قصدي؟ فدي نصيحة مني لوكي يعني. وكمان لما جيت احاول كمان اجيب، عارفين اللي هو الشماعات الهوك اللي بتتلزق كده بالضغط كده، وبتعلقي عليها فوط بقى، وبتعلقي عليها حاجة في المطبخ، طقم توزيع او اي حاجة، منفعش خالص. جيت اركبه منفعش تماما، لان البلاط عندي مش مسطح، فالهوك مش بيمسك في البلاط ده لانه بارز. فاهمين قصدي؟ اي نعم هو لونه حلو وجميل وانا مبسوطه بيه الحمد لله، وكان يعني تغيير حلو ومهم، لان انا كنت طبعا متجوزه، كان المطبخ جدرانه ما كانتش فيها سيراميك، كان مدهون،
والارضيه كان فيها سيراميك قديم طبعا، والسقف مفيش يعني ايه مطبخ زي بتاع امي وامك زمان قوي ده. فطبعا انا عملت التجديدات دي في 2018 تقريبا، بعد ما اتجوزت بحوالي 11 سنه. فكان لازم اعمل التجديدات دي بصراحه، علشان المطبخ بتاعي كان متبهدل، وكنت على ما اجي اغسله من الزيوت والدهون حوالين البوتاجاز كان بيبقى صعب جدا التنظيف من على الزيوت، وكان مرهق. فلا ما كانش حلو، ما كان كشكل كمان مش حلو. فجددت التجديدات دي واخترت البلاط ده. طبعا لازم الاماكن الضيقه او الصغيره تختاروا الالوان الفاتحه في السيراميك. والله انا مش مرتبه للكلام ده خالص، ولا مرتبه انا هسجل ايه، بس هي جت صدفه معايا كده ان انا انصحكم بكام نصيحه دول. تختاري الالوان البيضة، الالوان البيجات، فاهمين؟ الالوان الفاتحه في الاماكن الضيقه بتعطيكوا وسع رهيب. شايفين انا طبعا يعني خدتكم في الكلام معايا، دعكت الجدران وكله، شايفين البلاط بيبرق ازاي، والارضيه بتلمع، والخلاطات وكل حاجه تمام، والقعده كمان. يعني الخلطة دي يا جماعة بالمية السخنة تحفة تحفة تحفة، ولا كربونات ولا فلاش ولا اي حاجة خالص. انا ساعات فعلا عندي ازازة فلاش على فكرة، كنت بستخدمها زمان، بس ما عدتش بستخدمها. الخلطة دي غنتني عن اي حاجة. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن، الحمام بقى فلة شمعة منورة. طيب انا كده الشقة بنوتي كانت بتعمل شوية تشطيبات فيها كده، وكان قبل ما اخش الحمام تاني يوم بقى، بعد ما خشيت الحمام تاني يوم كان في برضو شوية تشطيبات في المطبخ، وذبحت حمام قبل ما امشي، كان في لعبكة وطبخت كان في لعبكة جامدة يعني. بس الحمد لله عدت، واليوم عدى وشفت يومين ثلاثة احلى واحلى. طبعا دي كانت اول خروجة لينا لما سافرنا. احنا سافرنا يوم الاربع بالليل تقريبا، وكان ده يوم الخميس بالليل. شايفين يعني؟ بصوا، يعني اي حد بقى قاعد طول الترم بقى في ضغوطات، في امتحانات، في مذاكرة، في عصبية مع الولاد، في تعب اعصاب، في ما اظنش ان هو يشوف المنظر ده وكل الحاجات دي تشال بقى، يعني اللي هو ينسى. فاهمين ان انتوا بتجددوا طاقة، بتجددوا يعني حاجة كده بجد تحفة يعني بالليل. والأنوار دي يعني المنصورة بجد جميلة 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 جميلة. وهنا كان في مرجحة كبيرة كده قعدنا عليها. طبعا كان معايا اخواتي، فبس انا صورت انا وميار بس، عشان يعني ما ينفعش يظهروا كده. البتاعة دي كانت قدام البحر على طول، الحاجز اللي بيننا وبينها سور حديد كده، كانت رجلينا بتلزق فيه. فمش انا كنت خايفة ومش خايفة، اللي هو انا مستمتعة بيها وفي نفس الوقت خايفة، فاهمين؟ بس اللي هو الواحد جازف بقى. طبعا انا متأسفة جدا على الاصوات اللي انتوا سامعينها، لان هم بيهدوا بيت حوالينا، وانا اتأخرت عليكم كتير جدا في نزول الفيديوهات. فانا مش هستنى كمان يومين ثلاثة على ما شايفين المرجحة بينا وبينها سور، والنيل على طول. يعني احنا لو خبطنا شوية في السور كده يبقى احنا في البحر على طول. بس بصراحة كان احساس حلو، كانت قاعدة حلوة جدا جدا. طبعا اللي في البحر دي كانت مركب، وتقريبا كانوا عاملين عليها عيد ميلاد حد. أه لا بجد يا جماعة، انا اول مرة اروح النادي ده اسمه نادي التجديف. مكان مجاني، الدخول مجاني، تقدري تاخدي اولادك وتروحي وتقعدي وتستمتعي، يعني قمة الاستمتاع وقمة الراحة وقمة الروقان. يعني الحمد لله والشكر لله. ربنا يرضينا ويرضي الناس كلها يا رب، اللهم امين. ويجعل الرضا كده في ابسط الحاجات. طبعا شايفين كوبري طلخة، شايفين منور وعامل ازاي جميل يا جماعة. بلدنا جميلة 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 جميلة، سواء المنصورة سواء القاهرة، بجد بجد تحفة يعني. قمة الجمال والروعة، ما شاء الله تبارك الرحمن سبحان الخالق. طبعا انا بصور لكم كده الطريق ده جوه النادي. كنت انا قاعدة في جزء الاول اول ما صورت لكم، وكنت رايحة دلوقتي اركب المرجحة. قلت اما اصور لكم الطريق وانا ماشية. شايفين ده كل ده جوه النادي. هو النادي مجانا، وفي كافيه في الجنب كده لو حابة تشربي حاجة طبعا بالفلوس اكيد، وفي شيبسي وحلويات للاطفال طبعا. بس الولاد عندنا خرجوا جابوا الشيبسي والحاجات من بره. شايفين الجمال؟
انتوا شايفين الجمال بجد اللي انا شايفاه. انا يعني اللي هو انا برتاح جدا لما بشوف المناظر الجميله يعني اللي ربنا خالقها دي. شايفين الشجر مع النيل مع المركب مع العربيات مع الانوار، حاجه في غايه الجمال ما شاء الله. اللهم بارك، سبحان الخالق ما ابدع. لو انت وصلت معايا لحد هنا حط لايك للفيديو، ولو انت مش مشتركة في القناة اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة بأمر الله. وبتأسف ان الفيديو هيبقى طويل شوية، بس معلش غصب عني والله، كان لازم اصور لكم الرحلة كلها كاملة على بعضها، مش هصورها لكم بقى متقطعة يعني. انتوا فاهمين؟ شايفين الجمال؟ الله. بصوا في اماكن اجمل من دي كمان، احنا يعني اللي هو احنا عارفين واللي احنا قدرنا نروح له يعني. وبعدين اختي قلت لها صوريني هنا، فصدتني صورة كده حلوة. وهنا كمان بقى واحنا مروحين توكلنا على الله يعني. المسافة بين البيت اللي انا كنت فيه في المنصورة ونادي التجديف مفيش حاجة يعني، حوالي 10 دقايق بالعربية، مش كتير يعني، او ربع ساعة غالبا 10 دقايق. المهم كانت المسافة قريبة جدا يعني، الحمد لله والشكر لله. وطبعا خرجنا تاني يوم، وطبعا صورت لكم علشان كمان امتعكم وامتع عينكم كل الناس اللي برا مصر يتمتعوا ويشوفوا جمال بلدنا ونظافتها. ومش مصر فيها اماكن وحشة بس او اماكن مش نظيفة بس، لا، ده قلة القليلة والله ما كلام. ده كان تاني يوم بقى رايحين فين؟ رايحين الممشى السياحي بتاع المنصورة، معمول جديد. كنا احنا اخدنا عربية كده مخصوص لينا كلنا، قولوا ما شاء الله تبارك الرحمن. اخدنا عربية ورحنا كلنا مع بعض، احنا كنا عيلة مع بعض يعني. يا رب ديمها علينا نعمة ومنعها من الزوال يا رب، يا رب دايما نبقى مع بعض. شايفين الجمال؟ انتوا لسه ما شفتوش حاجة، انا بس بصور لكم الطريق. ده كان تاني يوم برضو بالليل، احنا بنبقى طول النهار في البيت ونتغدى ونقوم لابسين بقى على ما كله يلبس، يكون الساعة بقت 6 كده او 7، نقوم خارجين. هنا بقى هننزل وهنروح فين؟ هنمشي تحت كده، هصور لكم المكان اللي انا نزلت فيه علشان اركب اليخت ده واحنا مروحين. ركبنا اليخت ده عشان نعدي من البر التاني للبر ده، لان بين المكان اللي انا كنت قاعده فيه ساكنه فيه للممشى السياحي نيل، فاحنا عديناه باليخت ده افضل حاجه يعني، او المركب. خلاص كده احنا نازلين. وطبعا السكيت كان هناك، ده الممشى السياحي عايزه اقول لكم تحفه، نظافه وجمال وروقان ورقي حاجة فوق ما انتم متخيلين. يا جماعة الناس، انا عايزة افهم بامانة ربنا ازاي الناس بتظهر الاماكن النظيفة اللي في الدول الاوروبية او الدول الغربية، ومش يعني ناس بلدنا ليه ما بيظهروش الاماكن الجميلة دي؟ ليه ما بيظهروش النظافة؟ طبعا محمد ابني وقع يعني عادي خالص ودي يويو قلب ماما. طبعا ملك بقى طبعا ما صورتهاش لان هي بنوته يعني كبيره وما قدرتش اصورها. دي ميار كانت مع بنت خالتها، فهم استمتعوا بصراحه، بس انا اللي اتدغدغت وانا ماسكه محمد وماشيه اتدغدغت. كانوا لسه بتعلموا يعني، دي تقريبا تاني مره يركبوا السكيت مش اول مره، بس صعب اللي مش متعلمه ومش بيركبوا كان صعب. عايزاكم بجد اي حد له يد ان هو ينشر جمال بلده ونظافتها ورقيها واخلاقها وطيبة قلب الناس اللي فيها، يقدر يعمل كده يعني. ما تنشروش السلبيات دايما، انا بتهيألي ما بشوفش غير السلبيات والله العظيم، نادرا لما بلاقي فيديو فيه ايجابيات شوية. لا بجد حاجات حلوة.
صلوا على النبي. يلا يا ماما. فرح حلو قوي. جميل. مش قادرة. يا لهوي ده الطلوع صعب قوي. صدفت ايه؟ ماشي.